اهلا بكم في اكلات ووصفات. هنعمل النهارده شوربه عدس. معايا العدس اي كميه انت عايزاها، ومعايا بصل وجزر وطماطم. بس هما دول اللي انا هحطهم مع العدس. هتغسلي العدس وتصفيه، وتحط عليه الجزر وتقطعيه وتحطي عليه والبصل والطماطم، وتحطهم يستووا مع بعض. حط لهم ميه مغليه علشان ما يغيبش في التسويه. حطوهم على البوتاجاز اول 5 دقايق، غطي الحله وبعد كده اكشفيها. يا تشيلي الغطا يا تشيليه شويه، يعني تهويه شويه علشان ما يفورش على البوتاجاز. حطي العدس يغلي، وبعد كده ساعه ما اول ما يغلي قومي مغطيه عليه. هيستوي. كتر الميه شويه علشان ما يبقاش تقيل قوي منك. هيستوي تسيبيه يبرد، تضربيه في الخلاط او في الهاند بلندر، وتسيبيه تصفيه وتعمليه على اللي انا هعمله عليه، اللي هو التوم في الزيت. التقلية بتاعته، العدس وهو سخن ما تضربهوش في الخلاط علشان الخلاط ما يتكسرش منك. اضربي في الخلاط، خففي العدس شوية علشان يبقى حلو. لو هتعملي منه فتة يبقى خفيف للفتة. هتعمليه تقيل غرف تاكلي بيه العيش يبقى تقلي براحتك. يعني تعمليه تقيل وتسيبيه يغلي غلوتين هيبقى تقيل، تغرفي طبقين تاكلي بهم العيش. وبعد كده زودي الباقي شوية شوربة ان كان عندك شوربة، او تزوديه مية. معايا المادة الدهنية زيت او زيت على زبدة، وحطي فيه شوية التوم اللي عملتيهم. هرسي التوم وحطي فيه. التوم بيخلي نكهة جميلة. في ناس بتسوي التوم مع البصل والطماطم والحاجات دي، تضربه في الخلاط وتسيبه يغلي غلوتين وتحط له الملح والكمون وخلاص. بس ده شوفي الريحة طالعة جميلة، وريحته تحفة وطعمه خطير. هو بالطريقة دي بصراحة العدس ليه شمخة تانية خالص وطعم تاني. صفيت العدس عشان لو طماطم قشر طماطمية ولا حاجة فيه، وسيبيه يغلي بقى. حطي له الفلفل والملح والكمون، دول اللي هنحطهم بعد ما يغلي. احنا قلنا ممكن ناخد منه طبق وهو تقيل كده، ولا طبقين نغرفهم، وبعد كده الباقي تزود شوية شوربة او مية. ماشي. في ناس بتحمص شوية شعرية وتحطهم عليه، برضو حلو مش وحش. وتيجي بقى بعد ما يغلي الغلوتين دول كده، لو عندك معلقتين زبدة تحطهم عليه. الزبدة بتوديه في حتة تانية خالص. بصي احسن ما تكوني بتاكلي فراخ ولحمة، بصراحة بيبقى طعمه جميل. احنا في الشتاء وعايزين الاكل يدفينا، والعدس ده اكلة جميلة واقتصادية وكل حاجة، وموفرة وكل حاجة. انت هتعمليه ويغلي وتسيبيه براحته كده. طفيت عليه، حطوا له المعلقتين الزبده وسيبيه بقى براحته. هتعملي منه فته. عندك العيش مقطعاه، ويا ريت وانت بتقطعي العيش تكوني مطلعاه من الفريزر، ما بياخدش ثواني في التكسير وانت بتكسريه كده للفته. معاكي معلقتين سمنه وحتتين زبده، حته زبده كده قيمه معلقه ولا معلقتين، وحطهم بقى حمصي فيهم العيش. العيش بيبقى ريحته جميله بالزبده والسمنه. حمصي العيش، قلبيه وحمصيه كله يبقى لونه متغير كده، يعني لونه بيبقى اصفر ذهبي جميل كده. وتقومي حاطه عليه شوربه العدس، وكلي احلى عدس تاكليه في الشتاء. وتشربي شوربه عدس، او تعملوا شويه شعريه او تغرفيه. يعني شوفي كذا اكله من شويه العدس اللي هتعمليهم. ودي كانت غدانا النهارده، ودي اكلتنا النهارده، واشوفكم في فيديو جديد.